السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، هعمل معاكم النهاردة نوع من انواع المقبلات اللذيذة جدا، اللي بتفتح النفس جدا، اللي اصلا انا ما بعتبرش ان هي مقبلات، لا يعني ساعات بصوا تلاقوني كده كل ما انا اكون عاملاها افتح التلاجة واطلع اعمل ساندوتش، افتح التلاجة واطلع اعمل ساندوتش، وهكذا. فبصوا يعني هي حاجة كده، يعني فكر من الآخر. المهم، أنا كان بفتح التلاجة برضو، فلقيت عندي كده كام بتنجانية، يعني ايه، مدة صلاحيتهم قربت تنتهي. فقلت خلاص يعني لأ، ألحق بسرعة. أخدتهم وفتحتهم من النص كده زي ما شفتوا معايا، وقلت هشويهم في الاير فراير وبس. الاير فراير طبعا عشان انا تقريبا كنت نايمه ولا ايه، فضلت حاولت اشغل فيها ما كانتش راضيه تشتغل. اتاري الباب بتاع الدرج يعني ما كانش مقفول كويس. المهم يعني اشتغلت وكده. حطيتهم حوالي تلت ساعه بالظبط على اعلى درجه حراره. فزي ما انتم شايفين كده، يعني بصوا الفلفل طلع كانه مقلي اصلا. بس ابتديت بقى زي ما انتم شايفين كده ان انا اقشر. طبعا كانت مولعه ملهلبه، يعني مش قادره اقول لكم، اتلسعت منها كذا مره. بس فقشرتهم. والبتنجان هحاول ان انا اطلعه بالمعلقه كده عشان طبعا نشيل منه القشر. عايزه اقول لكم ان دي اسهل طريقه لشوي البتنجان والفلفل. في ناس على فكرة بتقلي البتنجان، يعني بتقطع البتنجانية أربع تربع وبتقليها في الزيت. بس بحس انه لا، يعني بتبقى فيها بقى زيوت كتيرة وكده، بتبقى تقيلة. لان احنا اصلا بعد ما بنعملها يا جماعة بنحط على الوش زيت، علشان طبعا البتنجان ما يسودش لان هو فيه حديد، والحديد لما بيتعرض للهواء بيسود يعني. المهم، طبعا انا بعملها ازاي؟ بعد ما بشويه وبفرغه كده من، يعني او بشيل منه القشر، كل اللي انا بعمله ان انا بحط عليه ليمون، وبحط عليه خل، ملح، كمون. بس انا للاسف في الوصفه دي نسيت ان انا احط كمون، مع انه حاجه مهمه جدا، بس مش مشكله، يعني بعد كده ممكن عادي تديله رشه كمون. المهم بحط ملح، وده كان ليمون وخل على بعض. وعشان انا طبعا يعني لا، لازم الحاجه تبقى مشطشطه، حطيت برضو قرن فلفل. زي ما انتم شايفين كده، ما كانش مشوي، كان قرن فلفل حامي. حطيت كزبره وملح. الملح يا جماعه خلوا بالكم عشان الليمون والخل بيدوا برضو احساس عالي بالملح، فيعني حاولوا ان انتوا توازنوا بين الملح والخل والليمون اللي انتوا بتحطوهم. كمان انه الطحينة اللي اتحطت دي، يعني حتى لو الحاجة ملحت معاكوا عادي ممكن تزودوا شوية طحينة، فالملح بيتظبط يعني. بس بقى بنضربها زي ما انتم شايفين كده في هاند بلندر، او مثلا كبة، او في الخلاط المتوفر عندكم. وبتجيبوا علبة تلاجة كده نضيفة، وبتبتدوا ان انتوا تنزلوها، وبعدين بنحط على الوش شوية زيت. وشكرا، وبألف هنا وشفا. أجمل وأطعم وألذ نوع من أنواع المقبلات تقدروا بقى تاكلوه جنب أكلة، مثلا فول وطعمية مثلا. شوفوا يعني الحاجة اللي تناسبكم. أنا زي ما قلت لكم إن أنا على طول بص ممكن أكله بالمعلقة كده يعني أصلا. بس جربوها وبقولولي بقى رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش لايك وشير، ولو مش مشتركين اشتركوا، وباي باي.